السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم شيرين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة تنظيف الخاتم الذهب او الفضة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونين موجودين في كل بيت ان شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بس اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك فيها ويفعل زرار الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. ما تنسونيش باللايك دعمكم ليا. يلا بينا. شايفين الخاتم بقى بيبرق ازاي؟ حلو قوي. طبعا الخاتم ده انا بغسل واطبخ بيه. المكونات بتاعتنا النهارده ايه يا جماعه؟ طماطمايه وبيكنج باودر او بيكنج صودا، وبتمسكي الخاتم كده تدخليه جوه الطماطمايه. بس طبعا جيبي طماطمايه تكون يعني بايظه عندك علشان حرام، يعني ما نهدرش في الطماطم، حرام. وبتبتدي ان انت ايه تنضفي بيها كده الطماطم. صراحه رائعه. ولو عندك حله ألمونيا وجيتي مثلا سلقتي فيها شويه طماطم، بتلاقي الحله بقت بتبرق فيها الحمض بتاعها ده، بياكل اي حاجه مش نظيفه يعني. فبصوا ما شاء الله بقت زي الفل. وكمان عملت المحبس وبقى زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا. لو جربتوا بقى ان شاء الله الوصفه عجبتكم ما تنسونيش باللايك، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.